تحذير هام جدا، السمك مشوه، لو لقيته ما تشتريهوش. السمك عامل نفس ترند وكل شويه بقصه وحكايه شكل. صور نزلت عن سمك الهيكل بتاعه مشوه وكلام من هنا وكلام من هنا. طبعا الدكتوره شيرين زكي وكيل النقابه العامه للاطباء البيطريين ورئيس لجنه سلامه الغذاء بالنقابه كان ليها الرد والتصريح بتاعها على صفحتها على الفيسبوك، وتساءلت كده سؤال زي اللي هيجوا في دماغنا بالظبط. وكان اول سؤال هو في فعلا تشوهات ممكن تحصل في هيكل السمك؟ جاوبت وقالت ممكن طبعا، وارد جدا ان يحصل تشوهات في اي جزء من اجزاء السمكه زي الهيكل او الفم او الزعانف او الجمجمه او الذيل. طب ايه اسباب التشوه دي في هيكل السمكه؟ اسباب كتيره جدا، منها مرضي وغير مرضي. واسباب التشوه كالاتي: بعض الامراض البكتيريه والفيروسيه والفطريه، ممكن تكون اسباب وراثيه، كمان التعرض لتيارات مياه عنيفه لزريعه السمك الصغيره في السن. في سبب كمان النقص الشديد لبعض العناصر الغذائيه زي الفسفور والاحماض الدهنيه، كمان نقص بعض الفيتامينات زي فيتامين سي وفيتامين الف وفيتامين كاف. ممكن كمان زياده نسبه هرمون الذكوره في الاسماك المستزرعه علشان يوحدوا جنسها. واخيرا من اسباب التشوه هو وجود الاسماك دي في بيئه ملوثه مشبعه بالمعادن الثقيله من مخلفات المصانع، او في ترع وجداول ميه راكده، او ميه ملوثه بالصرف الزراعي المحمل بالمبيدات الحشريه او السموم الفطريه. في جزء كمان الدكتوره وضحته ان ممكن اسباب التشوه يكون انها مصابه بالسل زي ما المنشورات اللي نزلت وقالت كده. وهنا كان ردها وقالت الاسماك بتصاب بالسل عن طريق البكتيريا المسببه للمرض، سواء اسماك الميه العذبه او اسماك الميه المالحه. وقالت كمان السل بيتسبب في اعراض ظاهره على السمك، منها جحوظ العينين وتقرحات الجلد وفقدان القشور وتشوهات هيكل السمكه. وان اصابه السمك بالسل ممكن تكون بسبب تلوث احواض الاستزراع السمكي او انتقال الميكروب ليها عن طريق بعض القواقع. وهنا الدكتوره ريحتنا وقالت هل ينتقل سل الاسماك الى الانسان؟ وجاوبت وقالت ايوه طبعا، بيتنقل عن طريق تلوث جروح الجسم، سواء كان جروح قديمه او حديثه، وده اثناء التعامل مع ميه احواض الاستزراع الملوثه او السباحه في الميه الملوثه بالميكروب. طيب ايه الاعراض لو سل السمك اتنقل للانسان؟ هي برضه هنا سالت وجاوبت بان حراره جسم الانسان بتقتل الميكروب، لكن بتحصل الاصابه في اطراف الانسان لان درجه حرارتها غالبا بتكون اقل من باقي الجسم، وهتكون اصابات بعقد ذات لون بني او احمر، وفيها قروح هتكون في المفاصل زي الكوع او الركبه او الاصابع او الرزغ او القدم او اليد. والحمد لله بتختفي الاصابات دي نتيجه مناعه الجسم بعد كام اسبوع. بس للاسف اصحاب المناعه الضعيفه لازم يحذروا علشان ما تتطورش الاصابات دي لاصابات داخليه بالجسم. كمان في انواع من الميكروب دي ممكن تصيب الجهاز التنفسي والعظام في الانسان، ولازم التوجه الى الطبيب لو ظهر القروح اللي فيها صديد ابيض مصفر. الدكتوره شيرين كمان قالت الخلاصه ان تشوهات السمك ممكن تكون بسبب مرضي او غير مرضي. الافضل والاحسن ان احنا نبعد عن شراء الاسماك اللي فيها تشوه واضح في اجزاء جسمها ظاهريا، والتخلص منها لو اصطدناها لان ممكن تكون مصابه بالامراض او الملوثات. وقالت ضروري نشتري السمك من مصدر موثوق، ونبعد عن ان احنا نشتري السمك او نصطاده من الميه الملوثه والمصارف والترع الراكده. ختمت كلامها وقالت لو التشوه ما كانش واضح على السمكه من بره فالاحسن نفتح السمكه ونفحصها قبل ما ناكلها. كنا معكم في مصر اليوم للتوضيح، لان بيهمنا ان احنا نطمنكم وننقل لكم الحقيقه من اصحابها علشان نكون مصدر ثقه في معرفه الاخبار اول باول. ما تنسوش تشتركوا في قناه مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الاخبار اول باول.